السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق ومحبي النادي الأهلي السعودي في كل مكان. في هذا الفيديو راح نتحدث عن آخر أخبار النادي الأهلي السعودي في الساعات الأخيرة الماضية. خبر خروج الرئيس فرانك كيسي، وأيضا خبر أنه النادي الأهلي يريد التعاقد مع الكابتن محمد صلاح، وأيضا خبر اللاعب جران هود لاعب مارسيليا الفرنسي أبرز أرقامه وإحصائياته لوين وصلت الصفقة وين تمت أو ما تمت. وراح نتحدث أيضا عن أبرز تحديثات أخبار الكابتن والأسطورة رياض محرز راح يستمر أو لا. تحدثت عدة صحف ومواقع وانتشرت كثير أخبار في الساعات الأخيرة، راح نتحدث عنها إن شاء الله. لكن قبل ذلك أتمنى تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق لرفع مستوى وصول القناة، وبدعمكم نستمر إن شاء الله. إن شاء الله بعد هذا الفيديو نوصل لأكثر من 100 مشترك، وبدعمكم إن شاء الله بنوصل. أما بالنسبة لأول خبر هو خبر خروج الرئيس فرانك كيسي وانهاء تعاقده مع النادي الأهلي. النادي الأهلي أعلن رسميا انهاء تعاقده مع الكابتن والرئيس فرانك كيسي. فرانك كيسي شخصيا يعني أنا من أحب اللاعبين إلى قلبي. يعني من إجا إلى النادي الأهلي 3 مواسم تعاقدوا مع النادي الأهلي، ما قدم ذاك المستوى الأسطوري لكن قدم مستوى جيد. كان حاضر في المباريات الكبيرة، كان له لقطات حاسمة وأهداف حاسمة مع النادي الأهلي. فرانك كيسي يعني كل الحب والاحترام له. من إجا للنادي الأهلي ما شفنا أي مشكلة، ما شفنا أي تصريح ما نجيد له. فإجا لنادي كبير وهو لاعب كبير وخرج بطريقة كبيرة، محقق كأس النخبة مع النادي الأهلي. بنتمنى له كل التوفيق بمسيرته القادمة بالأندية اللي راح يلعب إلها. أما بالنسبة للخبر الثاني فبحسب صحيفة سكاي سبورت أنه النادي الأهلي يريد التعاقد مع الكابتن محمد صلاح كهدف أول. في حال خروج رياض محرز من النادي الأهلي راح يكون محمد صلاح بديل له. شفنا عدة أخبار تحدث عن أنيس حاج موسى. إلى الآن بدي أتحدث بهاي الجزئية بالتحديد. راح يطلع 1000 خبر عن بديل رياض محرز، عن استمرارية رياض محرز، عن محمد صلاح الكابتن محمد صلاح، عن عدة لاعبين أنيس حاج موسى. لكن إلى الآن كلها مجرد أخبار، لا في تأكيد ولا في نفي. يعني ما فيني لا أنفي لكم الخبر ولا أكذب لكم الخبر. آخر الساعات انتشرت كلها الأخبار. قبل بيوم تحدثوا عن أنيس حاج موسى بديل لرياض محرز، حاليا عم يتحدثوا عن الكابتن محمد صلاح بديلا لرياض محرز. فإلى الآن ما في شيء أكيد. عدة مواقع وصفحات على كل المواقع التواصل الاجتماعي تتحدث أنه راح يتعاقدوا مع محمد صلاح، لكن في مصادر أيضا وصفحات قريبة من النادي الأهلي نفت الخبر وأكدت أنه النادي الأهلي إلى الآن لم يفكر في محمد صلاح من أجل التعاقد معه بديلا لرياض محرز. إلى الآن يعني ما في شيء، كلها إشاعات. ممكن لأنه مثل ما نعرف محمد صلاح راح يطلع من أو طلع من ليفربول على ما أعتقد، فراح يكون بديل لرياض محرز. اللي في جزئية راح نحكيها بخبر رياض محرز إن شاء الله بآخر الفيديو هذا، بدليل أنه ما في أي تواصل بين النادي الأهلي ومحمد صلاح من أجل التعاقد. كل هاي إشاعات، إلى الآن ما في شيء رسمي. أما بالنسبة للاعب جرانولد لاعب مارسيليا الإنجليزي، في عدة مواقع وصحف تحدثت أنه النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، لكن إلى الآن ما في شيء رسمي. في عدة أندية أيضا تريد التعاقد مع اللاعب، مثلا أتلتيكو مدريد. في الساعات الأخيرة تحدثت عدة صحف أجنبية ومواقع أجنبية أنه نادي أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع اللاعب ودخل في مفاوضات جادة إلى الآن. وفي أيضا نادي روما وفي نادي سعودي تحدثت هاي الصحف أنه النادي الأهلي السعودي أيضا دخل في مفاوضات مع اللاعب جرانولد، لكن إلى الآن اللاعب ما حدد وجهته المستقبلية، هل يبقى مع مرسيليا أو ينتقل لأتلتيكو مدريد أو للأهلي لكن أنا أتمنى إن شاء الله يكون اللاعب يجي للأهلي. عنده إحصائيات ممتازة في الدوري الفرنسي أو كأس فرنسا أو السوبر الفرنسي أو حتى كأس أو دوري الأبطال. راح نتحدث عن أبرز هاي الأرقام. شارك اللاعب في
في 45 مباراة 37 مساهمة، ب 45 مباراة له 37 مساهمة تهديفية، يعني ما شاء الله مستوى عالي، مساهمات تهديفية عالية. راح نفصلها. 32 مباراة بالدوري مسجل 16 هدف و7 اسيست. 8 مباريات بالأبطال مسجل 3 أهداف و1 اسيست. 4 مباريات في الكاس، كأس فرنسا، مسجل 6 أهداف وأسيست. أما بالنسبة للسوبر الفرنسي فهي مباراة واحدة ومسجل هدف واحد. فبحسب أرقامه وإحصائياته ما شاء الله اللاعب ممتاز. إن شاء الله يجي للنادي الأهلي. النادي الأهلي قادم على 7 بطولات، يستحق لاعبين سوبر ستار في القارات، وأيضا في دوري روشن، وأيضا في كأس دوري أبطال آسيا للنخبة. فعندك أنت مباريات كبيرة، لازمك لاعبين على مستوى عالي، خصوصا أنه خرج فران كيسي، وأيضا في عندك نقص لاعبين، نقص دكة. إذا بدك تصارع أو تنافس على 7 بطولات لازم تكون دكتة قوية، لازم يكون الأساسي قوي. فإن شاء الله يجي هذا اللاعب ويختار يمثل النادي الأهلي السعودي. أما بالنسبة لخبر رياض محرز اللي يعني كل نص ساعة بيطلع تحديث لخبر رياض محرز راح يستمر مع النادي الأهلي، راح يغادر النادي الأهلي. غادر النادي الأهلي اليوم 1 الشهر، إلى الآن و2 بالشهر صار، إلى الآن ما في شيء رسمي. النادي الأهلي يحق له أنه يحق له يعني بشهر 6 أنه يفعل بند إنهاء العقد. يعني قبل بعد شهر 6 بيوم النادي الأهلي ورياض محرز ما فيهم ينهوا العقد، و رياض محرز يطلع من النادي الأهلي. اليوم 1 الشهر و2 الشهر، وإلى الآن لا النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي ولا رياض محرز أعلن بشكل رسمي أنه راح يطلع من النادي الأهلي. كما أنه عدة صحف ومواقع تحدثت أنه رياض محرز يريد الاستمرار مع النادي الأهلي، لكن إلى الآن ما في شيء رسمي. كل هاي التحديثات عم نشوفها بآخر الساعات على عدة مواقع وصحف وقنوات تتحدث انه رياض محرز مستمر مع النادي الاهلي، وبشكل وبنسبة كبيرة رياض محرز راح يستمر مع النادي الاهلي. لانه اليوم بعد ما مضى 1 يوم ويومين على انتهاء الفترة، النادي الأهلي كان لازم يعلن، أو حتى رياض محرز. اليوم صرنا ب1 الشهر أو 2 الشهر، وإلى الآن ما في شيء رسمي. إذا لم يتم إنهاء العقد قبل هاي اليومين ما عاد في لا النادي الأهلي ولا رياض محرز ينهوا العقد إلا بقيمة إنهاء العقد ممكن إلى 40 مليون يورو بقيمة الموسم اللي راح يلعب له. فبشكل بنسبة كبيرة رياض محرز مستمر مع النادي الأهلي، وأنا أتمنى يستمر مع النادي الأهلي. ومثل ما تحدثنا قبل عن خبر محمد صلاح أنه كلها إشاعات، لأنه إلى الآن رياض محرز لم يخرج من النادي الأهلي، فمستحيل أنه النادي الأهلي يفاوض محمد صلاح، وممكن بنسبة كبيرة يستمر رياض محرز مع النادي الأهلي. كما أني أخير رياض محرز على محمد صلاح. إن شاء الله إذا ما يطلع رياض محرز إن شاء الله يستمر رياض محرز وما يطلع من النادي الأهلي، ولا يكون بديله محمد صلاح. كل الحب والاحترام، لاعب كبير، لكن بالنسبة إلي على المواسم اللي قدمها رياض محرز مع النادي الأهلي، على الإمكانيات، على كل شيء، أتمنى أنه يستمر رياض محرز مع النادي الأهلي. إلى هون بنكون خلصنا أخبارنا. أتمنى ما كون طولنا عليكم. لا تنسونا من دعمكم من اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.